عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده بقى في الفيديو هوريكم انا جبت ايه من ايكيا. بصراحة أنا كنت حقيقة يعني رايحة عشان حاجتين معينين. أول حاجة كنت شايفة على الويب سايت بتاعهم تيبل كده معينة كنت عايزة اشتريها. هي فود مكتب، بس هي ممكن تستخدم كأي حاجة، يعني كنت عايزاها كتيبل عادي. هتشوفوها دلوقتي. وكنت عايزة اشتري لحافين برضو بشكل معين. بصوا هي دي الترابيزة اللي انا كنت عايزة اجيبها. وكنت عايزة اجيب لحافين بشكل معين، هوريكم لما تيجي الحتة بتاعتهم يعني. هوريكم بقى جبت ايه، لقيت ايه وايه اللي ما لقيتوش. وبصوا الشمعة اللي فاتت دي كانت بريحة الحطب كده او الخشب بتاع الدفاية، كان ريحتها حلوة قوي، بس برضو مش دي اللي احنا جبناها. بصوا بقى ده السكشن الخاص بأي حاجة تخص سراير. أنا كنت عايزة لحافين لسريرين 120، يعني مقاسهم 120. بس اللي اكتشفته إن أيكيا بتتعامل في السراير اللي عندها يعني بتبقى ما عندهمش مقاس 120، عندهم متر أو أقل، أو بقى السراير الكبيرة اللي هي ال 140 150 كده. فبالتالي ما لقيتش مقاس السراير دي. وكنت حابة كمان أشتري اللحاف من هناك، لأن أنا كنت أعرف إن في يعني السمك بتاعهم فيه 3 أنواع، في اكسترا وورم وفي لايت وورم وفي الورم، يعني حسب كل واحد بيحب مثلا اللحاف تقيل قوي، لا الوسط، وطبعا لايت وورم ده للصيف. بس اكتشفت المرة دي ان في اكتر من 3 انواع بالنسبة للسمك. وبعد كده بقى شفت الاطباق دي عجبتني قوي، عشان انا مش عندي سادة ابيض سادة كده، فعجبني قوي الستايل بتاعهم. فجبت يعني بص انا هطلع لكم واحد واحد. انا جبت بولة كبيرة اللي هي ممكن نقدم فيها بولة كبيرة كده. وجبت 4 بولات من اللي هي الصغيرين شوية دول. بصوا كل واحدة، بصوا حاططها لكم فوق عشان تشوفوها، وبرضو كل حاجة عليها السعر بتاعها. وجبت بولة كبيرة و4 بولات صغيرين. وجبت من الاطباق اللي هي الفلات دي برضو 4. عجبني شكلهم قوي. وبرضو الكوبايات دي كنت شفتها المرة اللي فاتت وما جبتهاش، وبعدين قعدت اقول انا ليه ما جبتهاش. فالحمد لله لقيتها حلوين جدا، وبجد لما استخدمتهم حلوين. البلاستيك بتاعهم نوع نظيف بيدخل. وبس بقى كالعادة بنحب قوي الكاندلز دي. فالمرة دي جبنا بالفانيليا. كنت عايزة اجيب اللي هي بريحة الخشب دي، كنت حاسة اللي هي جديدة وكانت بجد ريحتها حلوة. بس بعد كده بقى استقريت على الفانيليا دي. بصوا بقى الكوبايات دي كانت عاجبة ايتن، يعني كانت بتقولي تعالي نجيب منهم. بصوا انا همسكها دلوقتي، بس مش عارفة ليه حسيت ان هي ستايل قديم، يعني معرفش، ستايل بتاع زمان شوية. ف بصراحة ما اقتنعتش خالص يعني. وجبت كمان البولة دي. البولة دي ممكن تدخل مايكرويف، وممكن ليها بقى استخدامات كتيرة، يعني كذا استخدام ممكن نعمل فيها حاجات كتير. الحاجات بتاعة المطبخ دي ما كانتش في دماغي، بس انا لما لقيتها وعجبتني وكده قلت اجيبها. هي بقى دي الترابيزة. بصوا لما ادوها لنا، احلى حاجة في ايكيا ان هم الحاجة كل حاجة ملفوفة، وده حلو قوي معايا، ببقى مبسوطة الحاجة نظيفة والحاجة مفكوكة واحنا بنركبها في البيت. وكمان اياد عجبته الالوان دي، وبرضو لما يعني يستخدمها لما اروح البيت حلوة قوي. بصوا بقى لما شفت دي بجد عجبتني وفكرتني ببيوتي اند ذا بيست. انا بحب الكرتون ده قوي. بس هي بس ناقصها نشيل الوردة البينك دي ونحط وردة حمراء. بجد هتبقى حلوة قوي في الديكور او حاجة.
هنا بقى كنا دخلنا فيرجن بعد ما خلصنا ايكيا. كنت عايزه اشتري نوت بوك، فانا ساعات بحب كده في ايام اكتب حاجات كده جوايا مش عايزه احكيها لحد. فبصوا كنت عاجبني البيربل واللون دوت وبرضو البلو ده كانت حلوه، بس في الاخر اخترت دي اللي هي البيربل. وبس ما عملتش حاجات كتير قوي في اليوم ده، لان كنت رايحة مخصوص بس عشان ايكيا، عشان الحاجات اللي كنت عايزاها. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. هتوحشوني قوي وبحبكم قوي. باي باي.